بمناسبة رمضان حبيت ان انا اقدم لكم هدية كل سنة وانتم طيبين الاول، وهو عبارة عن 2 تمبلت على نوشن تقدر تستخدمهم. اول تمبلت وهو الداشبورد بتاعتي اللي انا بحط فيها عاداتي، وكمان بحط فيها الحاجات اللي انا بتعلمها، ازاي مثلا تتعلم برمجة وازاي تتعلم انجليزي وازاي تنظمهم، وكمان فيها الريدنج ليست او قائمة القراءة أو قائمة الكتب اللي أنت حابب تقرأها، وكمان فيها حاجة اسمها هابت تراكر، ودي حاجة خطيرة جدا لأنك أنت بتعمل تراك أو إنك أنت بتشوف عاداتك اليومية وتعمل عليها علامة صح، فبتشوف في اخر الشهر انك انت واظبت على العادات بتاعتك دي ولا لا. انك انت مثلا تذاكر نص ساعة، تتعلم حاجة ربع ساعة، تمشي، تتمرن، تعمل اي حاجة من الحاجات دي، وتقدر طبعا تعدل على التمبلت ده وتضيف الحاجات اللي انت حاببها. طيب هتحمل التمبلت ده ازاي؟ هسيب لك اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن. كل اللي عليك ان انت هتدخل عليه وهتدوس على كلمة I want this. هتلاقي كلمة هنا اسمها I want this، هتدوس عليها وبعد كده هيقول لك ان نيم ا فير برايس، يعني انت تقدر تحط السعر اللي انت نفسك فيه عشان تاخد التمبلت ده، بس انت تقدر تحط برضو رقم صفر، يعني اللي هو انت عايز تاخده ببلاش او مجانا يعني. فحط رقم صفر وبعد كده دوس I want this. كل اللي عليك انك انت بس هتدخل الايميل بتاعك وهتدوس على كلمة جيت. انت كده خلاص اخدت التمبلت. هنا بيقولك بس انك انت، او انا كاتب لك يعني انك انت هتعمل دوبليكيت للتمبلت ده في نوشن. طيب هتعمله ازاي؟ هتدوس على اللينك اللي موجود هنا ده. طبعا لو ظهرت لك الشاشة دي سودة فانت تقدر تدوس على شيفت كنترول ال، فهتلاقي ان نوشن يعني بقى لونه ابيض. طيب هتلاقي كلمة هنا اسمها دوبليكيت، هتدوس على كلمة دوبليكيت، بس لازم تكون تعمل ساين ان في نوشن الاول. تمام. وبعد كده خلاص يا صاحبي انت اخدت التمبلت ده كده 100 تقدر بقى تعدل عليه. مثلا انا دخلت وليكن على هابت تراكر دي، فهتلاقي ان هي في شهر 3 هتلاقيها عبارة بقى عن انك انت ايه ده كل العادات اللي انت تقدر تستخدمها. لو انا شلت مثلا وليكن علامة الصح فهتلاقي ان في هنا البروجرس او التقدم، يعني لو انا علمتهم عليهم كلهم كده هتلاقي ان ايه التقدم كمل لمدة 31 يوم. وطبعا في شهر 3 وفي شهر 4 هتلاقي هنا مثلا كوت انا كاتبه لنفسي اللي هي احب الاعمال الى الله ادومها وان قل، ودي حاجة خطيرة الصراحة يعني. فده بالنسبة للتمبلت اللي هو الداشبورد. وطبعا في حاجات كتيرة جدا زي بالظبط تعلم فلاتر مثلا، ولكن لو انا دخلت على فلاتر كده فهتلاقي الجزء بتاع فلاتر ان انا مثلا كاتب لنفسي حاجات يعني بتعلمها في فلاتر. هتلاقي برضو الانجليش، هتلاقي يوتيوب بلان، هتلاقي سكيل شير كلاسز او كورسز يعني، وتقدر طبعا تحط كل حاجة انت نفسك فيها. طيب تاني تمبلت معانا وهو انك انت ازاي تحمل فيجوال ستوديو كود. طبعا احنا عملنا هنا كورس او كراش كورس يعني عبارة عن 50 دقيقة انك انت تحمل فيجوال ستوديو من تحت الصفر. فانا كاتب لك كل الخطوات اللي احنا اتعلمناها في ال50 دقيقة دولت، عبارة برضو عن تمبلت تقدر تحطها على نوشن. وهتلاقي برضو بقى في كل اللينكات مثلا انت محتاج تحملها. تعال نشوف برضو الموضوع ده. هتدخل على اللينك بتاع تحميل فيجوال ستوديو هسيبه لك تحت في الديسكريبشن، هتلاقيه بالشكل ده. كل اللي عليك انك انت برضو هتضغط هنا وتدوس صفر، وبعد كده هقول له I want this. برضو هتكتب الايميل بتاعك وتدوس جيت، وكده انت خلاص اخدت التمبلت. كل اللي عليك انك انت هتدوس على اللينك بتاع نوشن ده وهتعمل نفس الموضوع اللي هو الدوبليكيت. هتدوس على كلمة دوبليكيت كده فهيعمل لك دوبليكيت او هيعمل لك يعني نفس التمبلت ده يحطه لك على نوشن على طول. بص بقى يا صاحبي، التمبلت ده الصراحه يعني عاجبني عشان انا عملت فيه شغل كتير الحمد لله يعني، ده بفضل ربنا. هتلاقي مكتوب لك ايه؟ هتلاقي مكتوب لك مثلا وليكن هنعمل ايه. اول حاجه كده اللينك بتاع الكورس، وبعد كده هنمسح البرنامج عشان لو كنت محمل قبل كده فنكون انا وانت عند نفس نقطه البدايه، وهكذا. هتلاقي مثلا وليكن النقطه دي يعني كل حاجه مرتبه وبصور وكل حاجه سهله جدا وبسيطه يعني ما تقلقش. الحلو بقى في الموضوع المشاكل اللي جت على فيديو بتاع 50 دقيقة، ان انا مثلا وليكن عندي مشكلة في تحميل البرنامج، في حصل خطأ بيحصل في معرفش ايه اللي بيحصل، وده شيء طبيعي ان يكون عندك مشاكل في تحميل البرنامج ده او يظهر لك كذا مشكلة. يعني ده طبيعي وعادي جدا جدا جدا. اللي مش طبيعي اصلا انك انت تحمله من غير ما يحصل اي خطأ او ما يحصلش اي ايرور. فانا هحط كل المشاكل دي مع الفيديو برضو اللي هيتعمل ان شاء الله لحل المشاكل دي، وهحط كل المشاكل ده في نوشن. فانت مش محتاج اصلا تحمل التمبلت ده تاني. انا اي حاجه هكتبها في التمبلت ده، يعني أنا لو كتبتها دلوقتي وانت حملت التمبلت ده بعد اسبوعين فهتلاقي كل اللي انا كاتبه برضو اتضاف. فما تقلقش الموضوع هيكون سهل جدا وبسيط. لو انت بقى قابلتك مشكله في انك انت مش عارف تحمل مثلا وليكن التمبلت، على الرغم ان الموضوع سهل بالنسبه للتمبلت بتاع الداشبورد او بتاع فيجوال ستوديو كود، فانا هريح دماغي واريحك وهحط الكلام ده على الويب سايت بتاع ليرن سيمبلي. طبعا ده لو ظهرت مشاكل ليك. لو ما ظهرت مشاكل ليك هو الموضوع هيكون اسهل واحسن بكتير ان يكون الموضوع ده عندك على نوشن، عشان انت هتعدل عليه وانت هتكتب المعلومات اللي انت نفسك فيها، وانت هتعمل حاجات كتيرة جدا. مش زي الويب سايت هتلاقي ان هي عبارة عن مقالة
بتتكلم عن الموضوع ده، مش هتقدر بقى تاخدها نسخ، هو الموضوع هيكون ايه رخم بالنسبه لك يعني. فبس كده. انا مين بقى؟ انا احمد عادل، ودي قناه تعلم ببساطه، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه رمضان، ويا رب تكون يعني هديه مقبوله. يعني هي دي بسيطه يعني جدا، بس انا كنت حابب اعمل الموضوع ده. متقلقش، كورس نوشن ان شاء الله جاي في الطريق، هنتعلم، هينزل هنا برضو على القناه، وهنتعلم فيه نوشن من تحت الصفر، وهنبدا بقى نعمل تمبلت زي ده، ونبدا نستخدم التمبلتس دول. فبس كده، شكرا جدا ليك. يبقى هما تو تمبلت داشبورد، تمبلت فيجوال ستوديو كود، تقدر تحملهم من تحت في الديسكريبشن، والموضوع هيكون ابسط مما تتخيل. ان شاء الله اشوفك في فيديو جديد. متنساش بقى تعمل الحاجات الحلوه اللي انت على طول بتعملها.